ببالغ الحزن والأسى فجعت الساحة الرياضية المصرية بخبر وفاة الكابتن ميمي عبد الرازق، أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق لنادي سموحة. الخبر نزل كالصاعقة على جماهير الكرة في مصر، وخاصة جماهير نادي سموحة، حيث ارتبط الكابتن ميمي بتاريخ طويل ومميز مع الفريق، وحقق معه نجاحات لافتة على مدار السنوات. وبحسب ما تم تداوله، توفي الكابتن ميمي صباح اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد تم نقله إلى المستشفى، لكن وافته المنية قبل وصوله. ميمي عبد الرازق لم يكن مجرد مدرب، كان شخصية محبوبة داخل وخارج الملعب، وتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، سواء لاعبين أو إداريين أو حتى جمهور الكرة. من أبرز محطاته التدريبية كانت قيادته لفريق سموحة في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى إشرافه على عدد من الأندية في الدوري الممتاز والدرجة الثانية، تاركاً بصمة واضحة في كل فريق عمل فيه. العديد من الرياضيين والفنانين والشخصيات العامة سارعوا بنعي الفقيد عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة عن مشواره وأخلاقه العالية. نسأل الله أن يتغمد الكابتن ميمي عبد الرازق بواسر رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.